انسوا اي طريقة كبدة بالردة اكلتوها بره او جربتوها قبل كده. النهاردة هنعمل مع بعض الكبدة بالردة بتاعت المحلات الكبيرة بس بطريقتنا النظيفة المضمونة في البيت. والاهم من القرمشة السر اللي هيخليها طرية ومش ناشفة تماما. يلا نبدأ ونشوف عملناها ازاي. وعلشان نعمل احلى تتبيلة للكبدة من غير اهدار للبصل ولا مجهود في البشر، بنجيب بصلاية واحدة ونحط عليها شوية مية ونفرمها كويس جدا في الكبة، وبقى كده معانا احلى ميه بصل نستخدمها في اي تتبيله. باخد بقى ميه البصل بعد ما صفيتها كويس جدا والتفل بتاعها بستخدمه في اي حاجه تاني عادي جدا. على ميه البصل بحط عليها عصير ليمونه كبيره ومعلقه كبيره من الثوم المفروم ومعلقه كبيره من الكمون والكزبره ونص معلقه صغيره من الفلفل الاسود والثوم البودر، وكمان نظبط الملح. وبس كده، دي التتبيله بتاعتنا، مش محتاجه ان انا ازود اي حاجه تاني. بتبقى طعمها خطير، والكبده ما بتحتاجش توابل كتير ولا بهارات كتير، هي كده بتبقى تحفه. هقلبهم مع بعض كويس جدا وجبت عندي الكبده الشرايح. وطبعا احنا عارفين ان الكبده مش بتتغسل تماما. ببتدي ان انا احط الكبده في التتبيله بتاعتي الخطيره اللي انا حضرتها معاكم دي، ومش محتاجه ان انا اسيبها في التلاجة كتير ولا تتنقع كتير. هي الكبده بالكتير قوي بتتساب ربع ساعه نص ساعه وبعد كده بنستخدمها. وكمان ما ينفعش نحط خل تماما على الكبده، بتتهري وما بتبقاش حلوه خالص. نحضر بقى الكفر الخارجي. بجيب كوبايتين من الردة عليهم كوباية من الدقيق، وببتدي ان انا اقلبهم مع بعض كويس جدا، وبكده معانا احلى كفر هيمسك على الكبدة ومستحيل يتقشر من عليها ولا يحصل فيها اي حاجة، وهتكون متماسكة وخطيرة. بعد ما سبت الكبدة بتاعتي نص ساعة بس في التتبيلة، ابتديت ان انا اخد منها قطعة قطعة كده وبحطها في الردة على الدقيق دي وبغلفها كويس جدا جدا زي ما انتوا شايفين، وبضغط عليها كده علشان الكفر يلزق عليها. بخلص بقى الكمية اللي انا هحطها في الطاسة على طول، يعني مش بعمل الكمية كلها وبسيبها جنبي، لا، بخلص مثلا الطاسة بتاعتي بتاخد 2 بس او 3، بحط في الكفر ده 2 بس او 3. ضروري جدا جدا علشان الكبدة تطلع معاكم طرية ومش ناشفة تماما ان الزيت يكون غزير وساخن جدا، لان الكبدة ما بتاخدش وقت على النار، هي بالكتير قوي دقيقة او دقيقتين على كل وش وبتكون استوت. زي ما انتوا شايفين كده بخرجها من الردة انفضها كويس، وعلى زيت سخن جدا بنزل بالكبدة بتاعتي. اول ما بنزل بالكبده بتاعتي مش بحركها ولا باجي جنبها، وبسيبها بس تتشمع كويس جدا. انا بس هنا ظبطت شكلها في الطاسه ومش هاجي جنبها الا لما تاخد لون بسيط جدا من تحت. شايفين لونها بيكون ذهبي فاتح قوي. لو سيبناها لما تغمق شويه هتبقى ناشفه جدا معاكم وبتشد ومش حلوه تماما. اول ما بتخرج عندي الكبده وبتاخد عندي اللون التحفه ده، ببتدي ان انا اطلعها جنبي على شبكه علشان تصفي اي زيت زياده فيها والكفر يفضل لازق عليها وما تتراش والكفر يفك من عليها ويقع. زي ما انتوا شايفين هخلص كل الكميه اللي معايا بنفس الطريقه. ولو انتوا واخدين بالكم ان الطاسه دي خدت لون مني زياده وكده كانت الحتتين دول كانوا ناشفين شويه عن الباقي، هخلص كل الكميه اللي معايا بنفس الطريقه. وشوفوا بقى معايا الجمال والحلاوة، الكبدة كانت خطيرة، طرية من جوه وجوسي جدا ومش ناشفة خالص، وطعم التتبيلة ومية البصل واصل لآخر فتفوتة. بجد أحلى وأنضف بكتير من الجاهزة، وعملناها في البيت بكل سهولة وبدون أي تعقيد. وبس كده، لايك وشير للفيديو لو عجبكم، وأشوفكم في فيديو جديد ووصفة جديدة.